اليوم عاشوراء اخوتي المشاهدين. ايوا هاد النهار واقيلا ما تبرعني بالقديد. غنصاوبوا معكم واحد الجميلات القديد باش نعملوا بها كسكسو. ودابا اخوتي جبت البصيلات وبقيت كنقطعهم بهذه الطريقه هذه دغيا 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 كما كتشوفوا. هاد الجميله القديد اخوتي جات واحد الجميله مزروبه. ما نقول لكم ما تديوش عليها، ولكن في الاخير اخوتي جات بنينه 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 بزاف. المهم نتوما كتعرفوا القديد اصلا كيجي لذيذ، وخصوصا في العواشر. ايوا تبعوا معي الطريقه ديالي، وجات بسيطه. ودابا هنايا زعما عامله فيها راني شاف، وكنقطع زعما البصال بواحد الطريقه ابداعيه. انت بتقول بدي الصبعين ونوريك الابداعيه. ايوا ديك الساعه اللي غنسمح لها بديك القديد وغنمشي. اخوتي عملت غير البصال والقديد وشويه الحماص وصافي والعطريه، وباش نرد الطيب دغيا اخوتي طيبتها يمكن في اقل من ساعه دغيا. كنت عملت واحد القصيعه القديد. شوف اخوتي هنايا كان عندي الشويله الحولي طيحتها بكماله، وديك الحسير طيحتها بكماله. كاين يقولوا زعما التقاليد ديالنا شحال هذه ما تهرشي شويله، ما عرفتش شنو يوقع، ولكن ديك الشيء يعني هذيك خزعبيلات وصافي. وهنا اخوتي عملت العطريه وعملت سميتو الحمص، وحتى الملح ما عملتها شي لا، حيت اخوتي القديد كان مالح بزاف يعني بلا ما تحتاج انك تعدل الملح. وعملت هنايا الزيت الجبليه ديالنا الحبيبه الحباب الله يخليها لنا. الغزاله والله الا بلا بيه تدعمر الركابي في العقبه. بلا بها اخوتي راه ما يمكنش انك تطيب الطياب، راه المذاق ديالها راه كيزين الماكله. وهنا يا اخوتي جبنا كسكس داري باش المهم دفتلو يما قلت لها يما انتينا فتلو دغيا. سمحوا لي اخوتي راه ما صورتي معكم المراحل كاملين. المهم انتم راكم عارفين كسكسو راه 2 تفويرات ولا 3 تفويرات كل واحد، او كيفاش يعملوا. هنا يما بالبلات وبالماء باش يرطب، باش تردوا يتفور باش نتغداو. حيت اخوتي بصراحه عملنا هاد القصعه كسكسو معاطلين شويه. ايوا اخوتي بغيت يما هي اللي تعمل اللمسه ديالها في هذه القصيعه. وهنايا ملي قليت ديك القديد مزيان مرقته اخوتي، عملت له التمريقه ديالو باش به نسقي كسكسو. وهنايا ما عرفتش يما واش كانت فورات ويمكن التفويره الاولى وتزيدوا الثانيه، والله الا اخوتي نسيت. المهم دوخها الربود القديم. المهم اخوتي كليت هاد القصعه كسكسو دوختني، ما بقيتش عارفه المراحل. بغيت نشارك معكم هاد القصيعه المتواضعه كما كتشوفوا. يمكن هذه التفويره الثانيه، انا متاكده هذه التفويره الثانيه باش ردوا يتفور. حيت كسكسو انتم عارفين ضروري خصو ضروري ثلاثه تفور في الكرش، 2 تفويرات ولا 3. هذا كسكسو اخوتي غير رقيق يعني ما محتاجش التفويره الثالثه. وهنا صافي اخوتي طاب لنا كسكس ديالنا ان شاء الله يا ربي. صافي غنتغداو بالصحه والراحه وحقكم في الجنه. وهنا اخوتي هاد القطيوطه ضروري خصني نعطيها الحق ديالها باش ما تبقاش مسكينه حتى هي كتشوف حتى هي تجوز عاشوراء معانا. وصافي جوزنا للقصيعه ديالنا باش نباليو بها. وصراحه اخوتي جربوا كسكسو بالقديد في هاد العواشر هذه. لا بقيكم شي قديد راه كيطلع ناضي كناضي. وتبارك الله عليكم اخوتي، وبقاو بخير. ورحنا كنبغيوكم بزاف. وما تنساوناش يا اخوتي ملي جيم الكومنتيرات المزيونين. وتبارك الله عليكم والله يخليكم ديما الفوق. ورحنا نبغيكم بزاف اخوتي كما قلت لكم. وسمحوا لنا اذا شهيناكم في هذا القصيعه.